واش درت؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم معاذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غيكون اجابه للاسئله اللي وصلتني في انستغرام. وصلتني العديد من الاسئله على الناس ما عرفاش كيفاش تبقى تربح من كيك، وشنو هما الشروط اللي طلبوهم كيك من ستريمرز باش يقدروا يبقاو يستلموا اشتراكات من المتابعين ديالهم، شنو هما الشروط اللي نقدر ناخذ بهم كونطرا من كيك، كيفاش كيك اصلا كتخلص. المهم هادشي كامل غنتعلموا ان شاء الله في هذا الفيديو. الا كنتي مهتم بهذا الفيديو ما تنساش تخلي معاهم شي لايك شي كومونتير، ويلا ندخلوا في التفاصيل. اول حاجه خصنا نعرفوا من كيك هي اصلا منصه باقه بيتا، يعني هاد الشروط اللي فيها قابله للتغيير على مدار الايام. وغنبداو بالشرط الاول اللي هو الشرط ساهل، يعني باش تبقى تستلم اشتراكات من المتابعين ديالك. وهذا الشرط هذا كيطلب منك ان يكون عندك 75 فولو، يعني 75 واحد كيتابعك، وتكون طالق ستريم لمده 5 ديال الساعات. ماشي ضروري يكون ستريم واحد، تقدر تستريم مثلا ستريم فيه ساعه او غدا ساعه، المهم مجموع ديال ستريمات يكون 5 ديال الساعات. بهذا كتكون فعلتي الشرط الاول اللي هو الشرط ديال استلام الاشتراكات. والشرط الثاني ديال كيك هو كيفاش تحصل على علامه توثيق في القناه ديالك. وهذا الشرط هذا كيتطلب منك انك تحصل على 20 اشتراك شهري. وهذه عيب باش تحصل على علامه التوثيق في القناه ديالك، خصك 20 اشتراك شهري اللي هو 20 فرد، ماشي مثلا 20 اشتراك يعني شخص واحد يسرد لك 20 اشتراك، لا، خصك 20 فرد يسرد لك اشتراك شهري. كاين من الناس اللي مثلا كيشبر مثلا فلوس، مثلا نقول 1000 درهم، حنا غنفترضوا مثلا 1000 درهم كيسردها 20 واحد كيسرد له مثلا شويه 50 درهم لواحد، وكيقول لهم عملوا لي اشتراك في الشانل ديالي باش كنقدر نتخطى هذا الشرط هذا. والشرط اخر يكون عندك 75 مشاهد، ماشي 75 مشاهده، لا، 75 مشاهد، يعني كل فرد يعني 75 واحد يتفرج فيك. فهمتي؟ مثلا ملي كتطلق ستريم كتلقى مثلا 75 واحد كيتفرج فيك، هذا كيتسمى 75 واحد. ماشي مثلا ملي كتسالي ستريم كتدخل كتلقى باللي تفرجوا فيك 75 واحد، هذاك ما كيتعتبرش ان هذا كيتسمى مثلا انا الا دخلت وخرجت من ديك اللايف كيتحسب مشاهده، عاود دخلت وخرجت مشاهده اخرى. فهمتي؟ هذه ما كتحسبش، هذا كيتسمى فرد واحد تفرج فيك مثلا 2 مرات ولا 3 مرات. الا خصك 75 فرد يتفرج فيك. والشرط الثالث اللي هو خصك تطلق 12 ستريم في خلال شهر، يعني 30 يوم خصك تطلق فيها 12 ستريم. والشرط الرابع هو تستريمي 30 ساعه، يعني مجموع ستريمات كاملين كيساويو 30 ساعه. بهذا كتكون فعلتي هذا الشرط هذا. واخر شرط معنا باش تحصل على علامه توثيق في القناه ديالك اللي هو خصك تحصل على 300 واحد يكتب لك في الشات، يعني 300 فرد، ماشي 300 ميساج في الشات، لا، 300 فرد يكتب لك في الشات. فهمتي؟ هذه باش تحصل على علامه التوثيق في القناه ديالك. ملي كتسالي هادشي كامل كتسردو في الجيميل الخاص بهم اللي هو هنايا، او في صندوق الوصف كتسرد لهم الاسم الخاص بالقناه والرابط الخاص بالقناه. ماشي الا كملتي الشروط كيعني انك صافي غتحصل على علامه التحقق، وانما كتكون مؤهل. ملي كتكمل هاد الشروط هذه كتكون مؤهل انك تاخذ الشهر، يعني بنسبه 75%. وكيبقى لنا اخر شرط اللي هو الشرط ديال برنامج شركاء كيك اللي هما كيقدروا يقدموا لك كونطرا. وهذا الشرط هذا بطبيعه الحال راه يكون ماشي ساهل. والشرط الاول باش تقدر تاخذ كونطرا اللي هو خصك تحصل على 25 اشتراك شهري، يعني 25 فرد يسرد لك اشتراك شهري كما قلنا في الاول كانت 20 دابا 25. والشرط الثاني اللي هو ما يعادل 100 مشاهده في ستريم، يعني 100 فرد كيتفرج في الستريم ديالك بطريقه مباشره، يعني كتلقى 100 في الستريم ديالك، 100 كيتفرجوا فيك حاليا. فهمتي؟ ماشي كتسالي ستريم عاوتاني كتلقى 100 صافي راك جمعتي هذا الشرط هذا، خصك 100 واحد يتفرجوا فيك، يعني 100 فرد. والشرط الثالث اللي هو خصك تستريمي 15 ستريم خلال شهر. الاول كانت 12 يوم، دابا 15 ستريم في خلال شهر. تقدر تطلق مثلا في 15 يوم كل نهار ستريم، وانت جمعتي هذا الشرط هذا. والشرط الرابع اللي هو خصك تستريمي 50 ساعه في خلال شهر، يعني مجموع ديال الستريمات ديالك خصهم يوصلوا ل 50 ساعه. يعني الا جمعنا الستريمات اللي عندك كاملين خصهم يساويو 50 ساعه، يعني مثلا تقدر تطلق ستريم فيه 5 ساعات لمده 10 ايام وانت كملتي هذا الشرط هذا. والشرط الخامس اللي هو خصو يكون عندك 50 فرد يكتب لك في الشات، 50 فرد، ماشي 50 مثلا ميساج في الشات، خصك 50 فرد يكتب لك في الشات باش تقدر تكمل هذا الشرط هذا. واخر شرط معنا اللي هو الشرط ديال 1500 فولو، يعني مثلا خصك تكون جامع 1500 فولو. هذه تقدر تكون سهله تقدر تكون صعيبه، انت والجمهور اللي عندك. كما قلنا في الاول عاوتاني ملي كتكمل هاد الشروط كاملين كتكون مؤهل انك تاخذ كونطرا، ماشي 100% تاخذ هاد الكونطرا هذه. وبطبيعه الحال ملي كتكمل هاد الشروط كاملين كتسردوا معاه في هاد الجيميل هذا، كتسرد لهم الاسم ديال القناه ديالك والرابط ديال القناه ديالك باش كيقدروا يعدلوا عمليه التحليل، واش عندك متابعين حقيقيين، واش عندك دوك المشاهدات حقيقيين.
ملي كيقوموا بهاد الاجراءات كاملين ديك الساعه كيصردوا لك اشعار باللي راك تقبلتي ولا ما تقبلتيش. المهم ضروري كيجاوبوك. بهذا كنكونوا وصلنا للفيديو ديالنا. الا ما فهمتيش اي حاجه يمكن تخلي الميساج ديالكم في انستغرام، راه كنجاوب كلشي. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلي معاهم شي لايك شي كومونتير، ونتلاقاو في فيديو جديد. بيس.